هذا من هذا الجنب داخله من الخوف. السلام الله عليكم. فيديو اليوم عن واحد السحار طلبوا رئيس امريكا شخصيا باش يحلوا واحد المشكله، وفعلا حلها بالزربه ومباشره قدام الملايين. ابي بس اعرف البدايه استاذ حامد، شلون تحولت الى ساحر او شلون دخلت هذا العالم؟ البدايه. الحقيقه انا اتعلمت السحر. السحار اللي غنعرض عليكم في هذا الفيديو فيديوهات والصور ما تنتوقعش تكمل الفيديو من الصدمه ومن شنو اللي غتسمع. لا اله الا الله، بسم الله يا اخوان. هيا الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا. هاد السحر اللي من قوه السحر ديالو تيتحكم في ملك الجنون. هاد السحر مذكور عليه حديث شريف قبل اكثر من 1400 سنه عن الاشياء المرعبه اللي غيديرها، وحذروا كذلك منه الصحابه وانه غيجي في هاد الزمان. هاد السحر اللي من كثرة الرعب اللي دار في العالم ما قدرش اي قاضي يحكم عليه بالحبس، وكل القضاة اللي حكموا عليه ماتوا في ظروف غريبة وبشعة، ومازال حر طليق الى يومنا هذا. اليوم هذا الفيديو غيكون قنبلة من الرعب والصدمة اللي غتشوف معنا اليوم، لانه بكل بساطة غنهضروا كما قلنا عن أخطر ساحر بتاريخ كوكب الأرض، الساحر حامد آدم. عزيزي المتابع، باش تشوف هذا الفيديو ماشي فيديو عادي، حيت غنتكلموا عن أخطر ساحر كما قلنا، والمصيبة أنه مازال عايش حر طليق حتى لهاد اللحظة. غير الله يسر عندك يردني شي مش ولا شي فار. خوتي خواتاتي، هاد السحار تحدى ملك الجن على الهواء مباشرة وغلبه. فالقصة ماشي قصة عادية، هاد القصة تيخص إنسان يكون قلبه قاصح باش يكمل الفيديو حتى الأخير. فمن هاد اللحظة تاخد القرار، يا إما تجلس تفرج حتى الأخير أو دير لايك وتنسحب، لأن الأندرينالين غادي يبدا يتهرق عندك بالإثارة ديال هاد القصة. وما تنساوش ديروا لنا كلكم لايك إلا كنتو تحبوا فيديوهات وقصص الإثارة بحال هادي. نبداو على بركة الله. في عام 1970 وتحديدا في شمال السودان، وباش نكون دقيق معاكم اكثر بمدينة حلفة بالسودان. مدينة حلفة مدينة بدائية بزايد، معظم سكان المدينة حتى يومنا هذا ما عندهم لا ضو لا ما لا ريزو، عايشين حياة بدائية بزايد، تيشربوا من الماء ديال الشتا وعايشين من الصيد، داكشي ديال العهد الحجري. فما بالكم قبل 50 سنة من اليوم فاش كانت الحياة بدائية جدا، لدرجة أنه جزء كبير من السكان كان عايش في الكهوف. واحد النهار خرجت بنت سميتها حفصة، خرجت تسقي الماء مع خوها الصغير. خوها الصغير غادي معها باش يحميها ويهز معها البوادة ديال الماء. فهما تيسقيو الماء، تهجم عليهم على غفلة رجل أربعيني لا زال حتى لهاد اللحظة مجهول الهوية. المجرم شد الدري الصغير ورماه في البئر، مات في البلاصة لأنه كان غارق ومضيق. وخطف البنت حفصة وداها لعند صحابه اللي تناوبوا على اغتصابها لمدة 11 يوم. فسالوا منها داوها لصحراء مجهولة ورموها جنب عشرات من الضحايا ديال النساء اللي داروا فيهم نفس البلان ديال حفصة. ورجع الشخص الأربعيني هو والمجموعة من صحابه لشي بير آخر يتسناو ضحية جديدة يديروا معها نفس البلان. وخلال ما كانت البنت حفصة تتسنى لحظاتها الأخيرة بسبب العطش، لأنه رماها في الصحراء، ولحسن حظها شافها واحد السارح كان دايز. الراعي تصدم من وضع حفصة وتصدم أكثر من عدد جثث البنات 200 جنبها. حرفيا كانت أكثر من 300 جثة البنت متحللة في الأرض 200 من زمان، وقال لهم نفس ما دار لحفصة، إلا أن حفصة كان حظها أحسن منهم شوية، لأنه لقاها تسرح وتقابل الماء وداها معاه لدارو تا دارت شوية لاباس.
ورجعت لدارها عند والديها وخوتها. فاللي وقع ان اهلها ما بغاوش يدخلوها للدار واتهموها بالعار. عائلتها وعقلية دوك الناس كانت بالية، لان تفكيرهم قالوا ان حفصة هي اللي تعمدت تهرب مع داك الراجل، واخترعت قصة انه شخص 40 يخطفها هو وصحابه. باش نكون معكم دقيق اكثر، ماشي غير رفضوا عائلتها يستقبلوها، بل حاولوا يقتلوها من الاخر. ومن زهرة قدرت تهرب ومشات لمدينة ديلقو. ديلقو ما كانش احسن من حلفة، بالعكس كانت كرف منها، كانت مقردة اكثر، الفقر اكثر من ديلقو، ولكن ما كانش عندها خيار. هذه المدينة هي اقرب مدينة من المدينة اللي كانت عايشة فيها حفصة، وما قدراتش تمشي اكثر من هذه المسافة. وباش تقدر حفصة تلقى فين تنعس، مشات لواحد المسجد، ومن حسن حظها خدموها تما. اش من خدمة؟ تاكل وتنعس لا غير. هذا المسجد هو الوحيد في مدينة ديلقو. لحد هنا ممكن تشوف الامور طبيعية، اوكي، ولكن وقع واحد البلان لحفصة مرة اخرى خايب. قال لك المصايب ما تجيش بوحدها، بل تتكب علينا في مرة. فبعد شهرين تقريبا حفصة مرضات، مرض ما فيه ما يتشاف. بانت عليها اعراض غريبة، الدوخة والتقية والسخانة نهار ومطر. والمصيبة ان قبل 50 سنة ما كانش عندهم اطباء، بل الى اليوم هذه المدينة فقيرة من جميع النواحي، فما بالكم قبل 50 سنة. فنسات الموضوع وكملت حياتها طبيعية مع الأعراض. قالت غير شي انفلونزا أو شي فيروس أو أي مرض من الأمراض الموسمية اللي تتزورنا كلها. ولكن اللي ما كانش متوقعه حفصة نهائيا أنها تكون حاملة من واحد من دوك المجرمين اللي تناوبوا على اغتصابها لمدة 11 يوم. والمعجزة والشيء الغريب أكثر أن الطفل مازال عايش في كرشها بعد كل ما داز عليها. وهذه كانت أكبر صدمة في حياة حفصة، لدرجة أنها حاولت تقتل الجنين اللي في كرشها بكل الوسائل اللي كانت معروفة عنده. ولكن لحسن حظها أو لسوء حظها نقول حسن، ولسوء حظنا جميعا، أنها ما قدرتش تحمل الألم اللي كانت تتسببه لنفسها منين كانت تضرب كرشها وتشرب أعشاب مرة وغريبة. لذلك فاش وصلت حفصة للشهر التاسع قررت أنها تولد بشكل طبيعي، ومنين تولدوا تقتلوا مباشرة. وفعلا كملت حملها طبيعي. فجاء موعد الولادة، وهنا كانت المفاجأة الكبرى. كما قلنا أن حفصة كانت متاخدة قرار أنه أول ما غتولد غتشد الولد وتقتلو وتدفنو وتسالي مع هذا الموضوع نهائيا. فاللي وقع هنا وما تتعرفوش أن حفصة ما قدراتش تقتل هذا الولد، أو قدرات حتى تشوفو كي داير أصلا، لأنها ماتت في الولادة. ماتت حفصة وتولد الساحر الأعظم على كوكب الأرض حامد آدم. حامد آدم تولد اللي عطا الله عطاه. تولد مقطوع من شجرة. أمو اللي ما كان عندها حد، كانت وحدانية في مدينة ديلقو. ماتت وما لقاتش اللي يكفنها أو يدفنها أو حتى يصلي عليها مسكينة. فاللي ولدت حفصة حصلت في الطفل حامد آدم، ما عرفتش شنو دير به. أمو ماتت وسولات كل أهل المنطقة، حتى واحد ما تعرف شي حاجة على هذا الطفل، لا من خوالو أو عمامو ما لقات حتى معلومة. فاضطرت أنها تديه لدارها وشداتو عندها لمدة 9 أيام بالضبط. والو ما عرفتش شنو دير لهاد الولد. حصلات ولأنها ما كانش عندها ما تاكل، عاد تزيد ولد رضيع الله يكون في العوان، فداتو وحطاتو قدام باب الجامع الوحيد الموجود في مدينة ديلقو. غنعاود لكم حرفيا كيف عاش حامد آدم طفولته في ديك المدينة التعيسة. فاللي ولدت حفصة شدات حامد آدم عيشاتو عندها لمدة 9 أيام. من بعد ما قدراش تحمل مسؤوليته، حطاتو في باب الجامع. من بعد جات واحد العائلة داتو عندها، عاش معها 15 يوم، رجعوه لباب الجامع تاني. فجات عائلة أخرى داو حامد آدم، شدوه عندهم شهرين، ردوه لباب الجامع. المصادر تتقول أن حامد آدم خلال طفولته عاش عند أكثر من 142 عائلة. تخيلوا، طفل من أول ثانية العمر 4 سنين عاش عند أكثر من 142 عائلة. رقم خيالي ما عمره وقعت في التاريخ. فاش ولا عمر حامد 4 سنين ما بقات حتى عائلة باغاه، فولا عايش في الجامع ما مستوعب أي حاجة من اللي واقع، أو فاهم شنو واقع. شكون أنا؟ شكون نتوما؟ اش ندير أنا؟ فين أمي؟
فين با فين عائلتي؟ فمن حسن حظه ان الموصلين كانوا تيجيبوا ليه فوتات ما تيشيط لهم من الماكله، فبقى على هذا الحال عايش حتى دار 9 سنين. 5 سنين عاشها في الجامعه والناس تجيب ليه ما ياكل. فمنين دار 9 سنين الطفل حامد ولا كيستوعب ويعرف الحياه شويه، ولانه قصح شويه فبداو اهل المدينه تيستغلوه، اللي كان تيديه ينظف ليه الدار، اللي كان تيديه يعاونو في الصيد، وكانوا تيسخروه. المهم حامد كان بعمر 9 سنين خدام لكل المدينه، وبنفس الوقت ما كانش يقدر يرفض، حيت الا رفض حتى واحد ما يسقو بشربه ديال الماء او يعطيه ياكل، فطلع له الدم من الوضع اللي تعيشو. ولاول مره في حياته قرر حامد يخوي المدينه ديالقو لشي مكان اللي يلقى فيه رحمه الله. فهنا عزيزي المتابع حرفيا غتبدا قصتنا، وغيبدا الاكشن والاثاره الحقيقيه، لان حامد خوا مدينته الام وبدا غادي في ارض الله الواسعه فين ما نعرف. بقى غادي لمده 3 ايام متواصله ما لقى حتى شي حاجه، الدنيا كلها صحراء، الا انه في واحد اللحظه شاف واحد البناء غريب داير بحال شي جامع معزول في وسط الصحراء، شكله غريب، مكانه اغرب، وحتى الناس اللي تيجيو ليه اشكالهم غريبه ومرعبه. فهاد الجامع كاين في واحد المنطقه مستحيل اي شخص يقدر يجي يصلي فيه ولا حتى يعرف اصلا فين كاين، ولان الطفل حامد كان غير تالف غادي للمجهول بدون اي هدف، ما كانش يعرف ولو وجهو ليه. فاتخذ حامد قرار وقرر يدخل لهاد الجامع اللي ليها ليها. فاش دخل صدموا الناس اللي كانوا داخل الجامع. شكون انت؟ منين وكيف وصلتي لينا؟ كيفاش عرفتينا هنا؟ اصلا كيفاش وصلتي لهذا المكان؟ تلفوه ما فهموا والو. فالطفل حامد شرح لهم قصته كامله وفهمهم انهم ما باغيين منهم والو، باغي غير فين ينعس فقط. وفعلا قبلوه وخلاوه معاهم. فبقى حامد عندهم لفتره، الا انه عند كل صلاه كان تيستغرب منهم. كيفاش هاد الناس ما تيصليوش بحالنا؟ كانوا تيصليو زوبط بلا حوايج، زوبط كيما تولدوا، غير هادشي صافي. لا بلاتي، بل كان جزء منهم كانوا في الصلاه تيتبولوا والعياذ بالله، والقران اللي كانوا تيقراوه في الصلاه نتاعهم تيقراوه بشكل معكوس بالمقلوب. طيب لو اخترت آية أو سورة من القرآن بفهمك كيف تقرأها. مثالا لو بسم الله كيف تقرأها في الخلوة هذه؟ هللا مسب هللا مسب هللا مسب هللا مسب، عدد معين الليل كله هللا لا عكس. بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ من الرحيم الرحمن الله باسمي. الفاتحة كذلك يعكس أي سورة أو أي آية تقرأها بالعكس وتدخل فيها في داخلها تحشوها كالسندويتش زي ما يقولوا. طيب كانت تتوقع امور واشياء غريبه وصادمه بهذا الجامع، الا ان حامد كان همه الوحيد فين ينعس فقط. طفل عمره 9 سنين ما فاهم والو من غير فين ينعس، ولكن بعد مده بقى يحس انه ما مرتاحش في هذا المكان، خصوصا انه ما كانش شي وجوه جديده تجي لهذا الجامع نهائيا. نفس الاشخاص كل يوم تيتكرروا، كان كل يوم تيشوف اشياء اغرب من اللي قبلها، بحال انه مثلا فاش يدخل الطواليت اعزكم الله تلقى ورقه من القران موجوده داخل المرحاض والعياذ بالله. هذا من غير الصلاه زبط والتبول في الصلاه واشياء ما تدخلش الراس. فما كانش مرتاح نهائيا مع انه غير طفل صغير، فقرر يمشي بحاله ويهرب من هذا المنكر ويرجع يمشي يقلب على بلاصه جديده. وفعلا صدم اخوه وبقى غادي تاني تيتمشى في الصحراء، ما بغاش السالي حتى كان غيمشي فيها، كان غيموت من شده العطش. فقرر المضطر انه يرجع لعند دوك الحماق في الجامع، وفعلا رجع. والغريب انهم استقبلوه كانهم كانوا عارفين ومتاكدين انه غيرجع لعندهم. فبداو تيحاولوا يعلموا حامد الصلاه ديالو، الا ان حامد رفض رفضا قاطعا. حتى واحد النهار كان حامد جالس يتفرج فيهم ويمشي لعند واحد منهم. مشى حامد عند واحد من دوك الناس وقال له ادخلت عليك بالله اما قول لي شنو تديروا، شنو هذا الطقوس؟ السيد ضر راسو بغى يعرف. قالوا له ودي حنا تنديروا هذه الصلاه والطقوس باش نتواصلوا مع الله بشكل مباشر دون اي واسط، تنهضروا معه اي مع الله. الطفل حامد تبار، ويلي كيفاش تتهضروا مع الله شخصيا؟ زوينه هذه. فطبيعي بهذه الطريقه الطفل حامد غتعجبو الفكره. فطفل عمره 9 سنين
الفكر ديالو انه تقول له تهضر مع الله بشكل مباشر، فكره زوينه غتعجبو. الله اللي كل نهار تنطلبوه وتنتعبدوه، كيفاش حتى انا باغي نهضر معاه بحالكم. وفعلا بداو تيعلموه الصلاه ديالهم، وبالفعل علموه كيفاش يقرا القران بالمقلوب اي بالعكس. وبالفعل بدا الدري تيتعلم الطقوس ديالهم اعتقادا منه انه غيهضر مع الله شخصيا، فبدا تيصلي معاهم زبط. وبعد مده هضر معاهم قال لهم راني مازال ما شفت الله كيفاش هادشي. فقالوا له انه باش تشوف الله مازال واحد الطقس خاصك ديرو، وغتشوف الله وتهضر معاه نيشان. قال لهم شنو هو هذا الطقس اللي مازال؟ قالوا له خاصك تدخل لواحد البيت مظلامه وتحيد حوايجك نهائيا بحال كيف تنصليو، وتجلس في ديك البيت لمده 40 يوم. في هذا 40 يوم ممنوع تهضر بحتى شي كلمه او حرف، وغنعطيوك ايات معينه تقراها بشكل مقلوب. هاد الايات تبقى تقراها لمده 40 يوم، وممنوع تاكل ولا تشرب. كل يومين او كل نهار غنعطيوك كاس ديال الماء و3 ديال التمرات. هذا هو الاكل ديالك طوال 40 يوم. وبعد ما غتسالي 40 يوم وتطبق الطقوس كما قلنا لك بالضبط، غتواصل وتهضر مع الله بشكل مباشر. وفعلا الدري عجباتو الفكره، فحامد الطفل باغي يشوف الله ويعاود لهم حاينو. مثلا انا اعتكفت، اول اعتكاف لي كان 41 يوم في خلوه وحدي، اكل تمره كوبايه بتاعت شاي فقط في اليوم 3 مرات، ما فيش اكل ما في شراب، واذكار معينه تدق لها في القران، تختار بدك القران من البقره للناس. انا قرينا القران بدك من البقره، اختار من الاذكار دي ايه او سوره. اخترت مثال، يعني اخترت بسم الله، نعم بسم الله تدخل فيها في خلوه 41 يوم. 41 انت برات في حته معينه بعيده من الناس، وعريان بدون ملابس، عريان بدون ملابس. ايوه، واياك ان تخرج من هذا المكان. هذه بدايه المشوار. هذا بدايه المشوار عشان تخش في. وفعلا بدات الطقوس يوم ورا يوم، وحامد ملتزم بالطقوس تماما. الايام الاولى كانت صعيبه عليه شويه، لا ماكل لا شراب، وما تينطق بتا شي كلمه او حرف الا القران المعكوس. بعد فتره بدا تيولف شويه بشويه تيتعود. مشات الايام ودازت الايام حتى اليوم 41. وفعلا الطفل حامد شاف اغرب شيء في حياته. خرج له واحد المخلوق غريب ماشي بحالنا، لا في سيفتو او الطول او العرض، لونو كحل تيخلع. فحامد قال في قصه حياته انه من شاف هذا المخلوق الغريب وقرب منه حس بحراره كانه مصنوع من العافيه. قرب هذا المخلوق الحامد وقال له معك السهسه بي، معك السهسه بي، وانا خادمك المطيع، وغنبقى خادمك المطيع مدى الحياه. فخرج حامد من البيت لأول مرة بعد 40 يوم خلوع تيجري عند الشيوخ ديالو في الجامع باش يشرح لهم شنو شاف. وبالفعل عاود لهم وهو مخلوع. قالوا له هنيا عليك ولا سلامتك، راه هذا ملاك من عند الله جاك مرسول، وانت دابا وليتي ولي من اولياء الله الصالحين، فالله ارسل لك هذا الملاك باش يخدمك، ولكن غيطلب منك حتى هو بعض الطلبات، بحال انك دير القران في الطواليت، تسبول وانت تصلي بحال اللي تنديرو، المهم تمارس اي شيء تيخص الكفر بالمقابل، وهو راه غادي يخدمك باي شيء بغيتي او طلبتيها منه. وانا الاخوان تنتعمق بحياه حامد اكثر، اكتشفت ان هذه هي اللي كانت النقطه الفاصله بحياته. كيفاش؟ لانه السحاره اللي كانوا معاه كانوا وجدوا الطفل حامد البلان اهم مستحيل يوصلوا ليه هما فيما يتعلق بالسحر وعالم هذه الامور. ونجح الامر مع حامد لانه بعمر صغير ما هز ذنوب، طفل بريء نقي، وقدامه فرصه انه يولي هادشي اللي تيخططوا ليه السحره، باغيين يردوا حامد انه يكون قطب من الاقطاب الاربعه. كيفاش قطب من الاقطاب الاربعه؟ ركزوا معايا شويه في هذه النقطه، لانه الكلام اللي غنقول تيتبنى عليه بلان هذا الفيديو بالكامل، بالتالي خاصك تكون فاهم عالم السحر كيف داير. في عالم السحر كاين واحد الحاجه سميتها الاقطاب الاربعه، اللي هما اقوى واخطر 4 سحاره في العالم. كل واحد فهاد 4 ديال السحاره شاد طرف من الكره الارضيه، واحد شاد الشمال، واحد شاد الجنوب، واحد شاد الشرق، وواحد شاد الغرب. فكل جزء من الكره الارضيه تيكون واحد قطب واحد في عالم السحر، يعني ملك السحره في كل منطقه اللي تيحكمها. يعني اذا كان مثلا قطب شمال الكره الارضيه فهو ملك السحره والجن في
كل شمال الكرة الأرضية. وهذا الأمر حرفيا يعني أنك تكون معك قوة خارقة، وبأن أي جن كما كان تتحكم فيه وما يقدرش يعصيك، وكل السحرة كذلك تحت أمرك، وما يقدرش شي واحد فيهم يحط راسو براسك. وهذا الأمر الإخوان ماشي خرافة، راه حقيقي وكاين في الدين، وتقدر بعد ما تسالي الفيديو تمشي تقلب عليه وتتعمق فيه أكثر وتتأكد من الكلام اللي تنقوله. في كل زمان ضروري يكون قطب موجود، لأنه تيتغير كل 100 سنة. السؤال هنا تيتطرح، ولكن إلا مات هذا القطب قبل 100 سنة واش غيجيبوا غيره؟ أبدا، ما يمكنش. تتسالي 100 سنة ديال الشخص الفلاني عاد تيدخل التالي. في هذيك الوقت كان قطب شمال إفريقيا والشرق الأوسط خاوي، داز أكثر من 100 سنة على آخر قطب ميت، ولكن مازال ما وصلش شي شخص لمرحلة عالية من السحر أنه يوصل لمرحلة القطب. إلا أن السحارة أصحاب الطفل حامد بان لهم البلان أن حامد آدم بدا بعمر 9 سنين في السحر، ووصل لمرحلة أنه يحضر جن بوحده، إذن فهو قادر يولي قطب من أقطاب الكرة الأرضية. وصراحة باش يولي الإنسان قطب ماشي سهلة، أنك تولي يعني ملك الجن والسحرة وكل شيء تحت أمرك، يعني أنك تتمتع بقوة خارقة. وفعلا كمل حامد بهذا الطريق، ومع السنين كان قدامه اختبارات ضروري يديرها إلا بغى يوصل لمرحلة قطب. والاختبارات مع الأسف كلها كفر والعياذ بالله. تيقول لك حامد بنفسه لو كان شي ذنب أكبر من ذنب الشرك بالله غيكون هو السحر، لأن طقوس كلها كفر بالله. كيفاش أنك تتبول وانت تصلي أو تمرغ القرآن في الطواليت والعياذ بالله؟ فمع الوقت والسنين بدا تيرتقي وتيرتقي وتيرتقي حتى وصل أخيرا لمرحلة القطب، ولا حامد آدم قطب من الأقطاب الأربعة على كوكب الأرض، شاد شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل. هنا تنحب نحكي لك عزيزي المتابع، راك وصلتي معايا حاليا لأهم وأمتع جزء في هذه القصة. فبعد ما حامد ولا قوة ما تتقرش، ولاو الناس يحجوا ليه من كل مكان بالكرة الأرضية للسودان باش يخدم لهم مصالحهم، فمئات الناس اللي ماتوا بسببه، مئات الناس اللي مرضوا وحماقوا بسببه. والصدمة الحقيقية أنه تحكم على حامد بالسحر مدى الحياة، ومن خوفهم منه رسلوا له جيش من القوات الخاصة يعتقلوه. وفعلا قدروا أنهم يعتقلوه. القوات السودانية شدوه وحطوه في الحبس، ولكن خلال ثواني فاش دخلوه للحبس وسدوا عليه، حامد اختفى من الزنزانة فرمشة عين، طار، ما فهموا والو. فصيفطوا له قوة أكبر من الأولى تقلب عليه مرة أخرى، لقاوه جالس بنفس البلاصة السابقة في الجامع، في بلاصتو منين هزوه، جالس طبيعي بحال اللي ما وقع حتى شي حاجة. اعتقلوه مرة أخرى وحطوه في الحبس، شددوا الحراسة هاد المرة مزيان، ولكن وقع نفس البلان. فرمشة عين حامد اختفى عاوتاني، وعاودوا مشاو عنده يعتقلوه، نفس البلان تعاود. تخيل عزيزي المتابع، في نفس النهار عاودوا نفس العملية 9 مرات. 9 ديال المرات تيحطوا فيها حامد في الزنزانة وتيزدوا عليه وتيختفي بشكل غامض وغريب، وتيمشيو للجامع وتيلقاوه جالس فيه بشكل طبيعي بنفس البلاصة وكأنه ما وقع والو. صافي هنا فقدوا الأمل وهما يمشيو بحالهم. الكارثة والمصيبة أنه أول ما طلع الصبح ديال الغد ليه، كل الأمن والقاضي اللي حكم عليه ورئيس المركز وكل الأشخاص اللي ساهموا باعتقاله ماتوا بسبب مرض غريب لحد اليوم مازال ما قدروا يعرفوا شنو هو هذا المرض أصلا. وزاد حامد في الطغيان ديالو في الأرض، ولا تيحرق الأخضر واليابس بالسوداني والعالم. وصل لمرحلة قوة أنه لو رئيس السودان بغى ياخذ قرار ضروري يستأذن حامد ويتشاور معاه، والناس تجي وتحج عنده من كل أنحاء العالم وتيدفعوا ليه مبالغ تتخلع من أجل يديروا الناس اخرين السحر. هنا فاش كان حامد تيعزز قوته كتر وكتر، وما كاينش في الكرة الأرضية اللي يقدر يوقف في وجهه أو يحرك فيه شعره. وقع معاه موقف غريب خلاه يعتزل السحر بعد 17 سنة وهو شد منصب القطب. 17 سنة وحامد مصنف من أقوى السحرة على كوكب الأرض بالكامل. حامد خلال 17 سنة كاملة قضى بمنصب قطب قوي وجبار أوكي، ولكن ما كانش عارف شنو تيدير أصلا، أو كان عارف شنو تأثير هادشي على الناس. هو بالنسبة ليه كان قوة جبارة
تيحس بأنه هو با سوبرمان، تيتمتع بقوة خارقة لأنه ما كانش عنده أي خيارات ثانية أنه يكون شخصية مثلا صالحة. السيد بعمر 9 سنين لقى راسو هكا وكبر هكا، ولكن في يوم من الأيام وخلال ما حامد كان في عز قوته وجبروته، جا عنده واحد الرجل سوداني غريب حكى ليه أنه خطب واحد البنت وكان تيبغيها وعطاها على ودها الغالي والنفيس. ومع الأسف جا واحد الخليجي عنده فلوس كثر منه وهي تقلب على السوداني ولد بلادها، قال له أنا باغي ندير لها السحر باش تبقى تبغيني وتحماق عليا باش ننتقم منها وما تزوجش داك الخليجي. وبكل بساطة حامد بدا تيسولو على المعلومات البنت، طلب منه شي قطعة من لباسها وقطعة من شعرها، سميتها وسميت امها والتصويره ديالها، اشياء كتخدم للسحر. ولكن اللي وقع هنا واحد البلان غريب خلى اعظم ساحر على كوكب الارض يعتزل السحر نهائيا. هي ايام قليله حامد تلاقى البنت اللي سحرها تجري عريانه في الزنقه ورا داك الشاب اللي كان خاطبها، بغاها باي طريقه، حمقت من تاثير السحر ولات تجري تبعها في الشوارع زبطه. حتى لهنا الامور عادي عند حامد لانه متعود على هذا الشر ودار هذا الامر مئات المرات قبل هذه عادي، وشاف مناظر كثر من هذا الشيء الحماقيه، شاف ناس تموت قدامه وسبابه عادي. ولكن اللي خلى حامد يتصدم انه بعد ايام دخل عليه خالو. حامد اول مره غيشوف فرد من افراد عائلته، دخل عليه داك السيد وعرفوه على راسو، طاح له على رجليه تيبوسالو وتيزوق فيه انه يعتق البنت اللي تجري زبطه في الشارع. قال له هذيك راه بنتي، بنت خالك يا حامد. انا حامد اللي اول مره في حياته تيتصدم وحس بتأنيب الضمير والندم، بسبب انه اول حاجه انه اول مره تيحس بالانتماء للعائله وشاف خالو قدامه، وثاني حاجه هي ان البنت اللي حمقها بنت خالو. انا حامد بالزربه فك السحر على البنت هي الاولى واعتزل السحر نهائيا وتنازل على منصب القطب تماما، ومن يومها تاب الى الله والحمد لله. حامد الان مكرس حياته انه يفضح السحرة والمشعوذين وتيحكي تجربته للناس. حامد حاليا من اكبر الدعاة في سبيل الله، وشغله الشاغل انه يحكي للناس قداش هذا السحر فيه كفر وطقوس ما يتخيلهاش الانسان. وفعلا بفضل الله حامد اليوم عمره ما يقارب 50 سنة، عايش حياته طبيعية في ايثيوبيا إمام لأحد المساجد. سال الفيديو ديالنا، كان معكم أخوكم عصام. ما تنساوش تشجعونا بالدعم بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس، وعلاش لا شي جيم وكومنتير ومشاركة الفيديو مع العائلة والأصدقاء.